السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده هعمل معاكم دي برضو سمكة التونة. برضو انا هعمل دي اخر وصفة انا هعملها. بصوا مي هي اللي عايزة وريهم يا مي السمكة دي. سمكة التونة اهي، ده احنا مقطعينها شرايح. انا كنت مخزناها كده في الفريزر الشرايح كده، و هعملها في صينيه ببطاطس. ديت انا هديها تشويحه كده في الزيت من غير ما احط عليها دقيق ولا اي حاجه. في بعض الناس بتسلقها، بس لا، هي ما بتاخد تشويحه كده في الزيت بتبقى احلى بكتير. بصوا، انا قبل ما ادي دي تشويحه في الزيت كده هبهرها، هحط عليها ملح وفلفل و7 بهارات، مش هحط اكتر من كده. ما هي بتقولي دلوقتي يعني ايه 7 بهارات؟ طبعا احنا كلنا عارفين هي بتجيب من عند العطار. هي دي انا تبلتها اهو. هشوحها كده في الزيت لحد بس ما اللون ده يبيض، يبقى لونه ابيض، مش بحمرها. انا دي الصينيه اللي هعمل فيها صينيه البطاطس وكله، هي اللي هشوح فيها السمكه من غير دقيق. هو اذا الزيت مقدوح كويس مش هتلزق ولا حاجه، حتى لو كانت صينيه ألمونيا. فين انا هي بيض شويه هنا، هنجيبها اهو. التشويحه دي بتفرق جامد في طعم الصينيه، بتبقى جميله قوي. والزيت ده هيكون ناقص شويه، ولو كتير برضه هنقصه. وهدي تشويحه كده للبصل برضه فيه، وهقوم رصه البطاطس وحاطه فوقها السمك. ما عادش الا الكميه دي انا عملتهم اهو، ما عادش الا دي. هطلعهم هما بيض اهو، وهنقص بس الزيت واحط البصل على طول. انا الزيت نقصته اهو، هحط البصل بس. انا هفصل لان جنبنا فرح، مش عارفه اصور. انا حطيت البصل اهو ياخد تشويح. انا حطيت البصل كده عشان احط السمك، وبعد كده البطاطس فوق علشان عايزه ادخل البطاطس تتحمر في الفرن. صورت انا رصيت السمك اهوتي. البصل تحت اهو، الدورة شبت. قطعت حبة شبت اهو، نحطهم كده في النص. هرص بقى البطاطس. انا بخلي البطاطس على الوش كده لان انا هدخلها الفرن، وهي اللي بيبقى عايزاها تتحمر هي البطاطس. انا مش هحط الا البطاطس دي لان معظمهم بياكلوا السمك، لكن انا بصراحه انا مش بحب اكل السمك، فهاكل من البطاطس. احط دول بس، واحط بقى البهارات بتاعتها، واحط الطماطم. بص، انا حطيت نفس البهارات اللي تبلت بها السمك، اللي هو 7 بهارات والفلفل والملح. بس انا زودت بس بهارات بطاطس، بتدي طعم جميل قوي للصينيه. وفرمت فصين توم اهو، واحط بقى الطماطم. انا ما كترتش ملح لان انا حاطه ملح في الاول، وطحنه التوم بملح عشان ما يبقاش الاكل حادق. هغطيها بقى واديها غلوتين كده، وبعد كده ادخلها الفرن. الصينيه دي شكلها ما حطيتها في الفرن، هي ماهيش ناشفه ولا حاجه. شوفوا، هغرفها بقى كده. انا هعملها مع رز ابيض، هغرفها كده واوريها لكم. ده شكل الصينيه بعد ما عرفتها. دي البطاطس وده السمك اهو، عملت معاه رز بشعريه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.